اخر واحد عمل حادثه ولا اول واحد هيعمل حادثه. ده اختبار من عند ربنا. كنت خاطب قبل الحادثه وكنت خلاص يعني اعتبر هخش كمان شهر ونص، وسابتني عشان برضو رجليا وما فكرتش. العكاكيز دي كانت غريبه عليا، يعني انا كنت ماسك حاجه اصلا اول ما باجي امسكها. انا اصلا من صغري انا كنت بلعب كره قدم، بس كنت حارس مرمى ما كنتش لاعب. ولما عملت الحادثه اضطريت ان انا اتعلم اللعب عشان رحت اقدم في نادي. ما رضوش ياخدوني كحارس، قالوا لي لا ما ينفعش عشان انت عندك بتر في رجليك والحارس بيبقى عنده بتر في ايده. لما اتعلمت بقى اللعب مع زمايلي الاسواق عندنا في البلد، والحمد لله دلوقتي انا بلعب. تفاصيل الحادثه، انا اصلا كنت شغال في الفجاله وكنت مسافر الساعه 7 الصبح. يعني وقعت من القطر، وبعد كده ودوني على المستشفى. رجلها اتقطعت بقى. بعد كده ما زعلتش بقى، قلت الحمد لله اللي انا يعني عادي، اصل ده اختبار من عند ربنا. وبعد كده كملت بقى عادي، يعني بقيت اطلع بقى مع زمايلي العب مع الاسواق في النادي. الحمد لله يعني انا مش اخر واحد عمل حادثه ولا اول واحد هيعمل حادثه. ده اختبار من عند ربنا، وعيش حياتك وكأنها ما حصلتش الحادثه. وفعلا قررت بكده. بقيت بقى اتعلم بقى، وانا حتى في المستشفى بقيت اطلع على درجات السلم بتاعه المستشفى، انط برجل واحده وانزل تاني على اساس يعني رجلها تجمد. يعني بقيت اعملها كل يوم كده بقى لغايه الحمد لله ربنا كرمني. ولما خرجت برضو اتدربت برضو في النادي عندنا، وبقيت اول حاجه برضو عملتها بقيت انط من على الارض من على الكرسي، وبقيت اجري بالكوره من غير يعني بالعكاز، اجري بالكوره بالعكاز، انطط مثلا وانا قاعد، انطط وانا واقف كده. بقيت اتحدى نفسي في حاجات كتيره يعني، والحمد لله. وزمايلي بقى ساعدوني بقى. العكاكيز دي كانت غريبه عليا، يعني انا كنت ماسك حاجه اصلا اول ما باجي امسكها ما مسكتهاش حتى وانا سليم. كانت غريبه، ما كنتش عارف امسكهم اصلا وما كنتش عارف اتحرك بيهم. اضطريت ان انا اتعلم بقى. اتعلمت بيهم، اتعلمت ازاي امشي بيهم، اجري بيهم، اتمشى بيهم مسافات طويله، اطلع على السلم بيهم. كل ده برضو ما كنتش عارفه اصلا. النادي عندنا انا بحب اتدرب، كنت بقى يعني بحب العب بقى مع زمايلي الاسوياء وكده. جيت بالليل وانا كنت بتدرب في مره، كنت بنطط بالكره وانا واقف وانا قاعد، وبنط من على الارض من على الكرسي. مع واحد زميلي يعني صورني ونزلها بقى على النت. ناس بقى اتصلوا بيا وقالوا لي طب ما في فريق اسمه فريق المعجزات في القاهره، طب ما تروحوا وتلعب فيه. بس لما رحت قالوا لي مش هينفع ان انت تلعب حارس مرمى، عشان اصلا انا كنت حارس مرمى في الاساس قبل الحادثه. اضطريت ان انا اتعلم اللعب، والحمد لله اتعلمت اللعب ولعبت معاهم فتره جامده، وربنا كرمني بقى. انا حاليا بلعب في نادي المقاولين، بس انا نفسي يعني النادي الاهلي يعمل فريق ذو قدم واحده. الحمد لله انا واخد احسن هدف في الدوري السنه اللي فاتت، وكنت واخد احسن صانع العاب، وخدت افضل ثالث لاعب على مستوى ذو القدم الواحده. طبعا لو صعوبات انا بتجنبها، يعني حتى لو في صعوبات انا واجهتها او قابلتها انا بحاول اتجنبها عشان انا عاوز اوصل. انا حتى لو يعني انا نفسي العب في النادي الاهلي. انا لو النادي الاهلي قرر اللي هو يعمل ذو قدم واحده والعب سنه كامله ببلاش في النادي الاهلي، انا هروح النادي الاهلي. انا من صغري عايز العب في النادي الاهلي، ما انا بحب النادي الاهلي. كنت خاطب قبل الحادثه وكنت خلاص يعني اعتبر هخش كمان شهر ونص، وسابتني عشان برضو رجليا وما فكرتش، ما قررتش ان انا اصلا اطلع بعد الحادثه يعني ادور عليها او افكر فيها. هي خلاص، هي الله يسهل لها ويرزقها باللي احسن مني.